بهالشوبات عن جد الواحد لازم شي حلو وبارد ومنعش بنفس الوقت. وبما إن هلأ موسم المانجا، شو رأيكم نعمل ترايفل مانجا بأطيب وأسهل طريقة؟ يلا تعالوا شوفوا معي شلون حضرتها. وكالعادة المكونات بتلاقوها مكتوبة قدامكم على الشاشة لحتى يسهل عليكم الاحتفاظ فيها. خلونا أول شي نجهز المكونات اللي رح نستخدمها. عندي كيكة فانيلا سادة، كيكة اسفنجي قسمتها لشرائح جبتها جاهزة، وعندي حبة مانجا كبيرة أو ممكن تستخدموا حبتين مانجا صغار. حاولوا إنها المانجا تكون مستوية وحلوة. رح أقطعها مثل ما انكم شايفين لمكعبات تكون صغيرة. بجهز المانجا، وهلأ رح أعمل طبقة الكريمة. هلأ هون تستخدموا محضرة الطعام، مو ضروري تستخدموا الخفاقة اللي متوفرة عندكم. حطيت كريمة سائلة وجبنة كريمي طبعا تكون بدون ملح، وعلبة قشطة، والكريمة البودرة، ونص علبة الحليب المكثف المحلى أو أقل شوي حسب رغبتكم، وفانيلا سائلة. وراح أخلطهن منيح تقريبا مدة دقيقتين لحتى أحصل على هذا القوام. شايفين كأنكم هيك خفقتوها بخفاقة الكريمة. هلا عندي صارت المكونات جاهزة. هلا رح أجيب زبدية يكون ارتفاعها عالي، رح أحط بسفلها الكيك الإسفنجي اللي قسمته لشرائح، ورح أسقيه بشوي من عصير المانجا. رح أحط قطع المانجا اللي قطعتها، وبعدين رح أحط طبقة من الكريمة. هلأ أنا حطيت الكريمة بكيس الكريمة أو كيس الحلواني لحتى يكون التوزيع هيك متساوي ويكون مرتب. بغطي كل قطع المانجا، وبعدين برجع بحط طبقة من الكيك، وبرجع كمان بسقيها بعصير المانجا بس ما بكتروا عصير. وبرجع كمان بحط قطع المانجا وطبقة كريمة. بغطي كل المانجا وبساوي سطح الكريمة، وراح أفوت هاي الزبدية على البراد لحتى تجمد عندي طبقة الكريمة. بهاي الأثناء رح أحضر لطبقة المهلبية. عندي كوب من عصير المانجا مع معلقة مليان شوي من النشا. بحركهن على البارد لحتى يذوب النشا، وبعدين بحطهن على نار وسط. بضل عم بحرك ليغلي المزيج ويتقل. بتركهن شوي لحتى يبردوا، وبعدين رح أصبهن فوق خليط الكريمة الجامدة. بساوي السطح وبرد. برجع هاي الزبدية على البراد لحتى تجمد عندي طبقة المهلبية. هلأ هاي اختيارية بس بتعطي طعم كثير طيبة. كل ما تركتوا الترايفل بالبراد وقت أطول بيعطيكوا طعم أطيب. أنا بصراحة تركتهم لتاني يوم، وبعدين زينتهن بالمانجا والفراولة والبلوبري، والتزيين طبعا على حسب الرغبة، أو فيكم تتركوها حتى بدون تزيين. واستمتعوا بأطيب ترايفل. مثل ما كنتوا شايفين عن جد كثير سهل وكثير طعمتها طيبة. كثير حابة عن جد انكم تجربوها، لازم تجربوها على قد ما هي طيبة. بتمنى انكم تكونوا حبيتوا للوصفة. شكرا كثير للمتابعة، واستنوني ان شاء الله بوصفات جديدة.